السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو تاني من نفس الموتور ونفس العزاء. يعتبر المفروض المعروف ان الموتور ده واخد عمرة يا جماعة، ولكن بعد ما فكينا راس الموتور المفروض ان هو واخد بستم، ولكن ده مش شكل بستم جديد يا جماعة خالص. ده مش شكل بستم جديد. حتى جوانات وش السلندر حالتها غير جيدة. تاني حاجة خلوص كبير بين البستم وبين جدار جلبة البستم. تالت حاجة المفروض قاعدة الصوابات المفروض ما تكونش واطية بالطريقة دي، المفروض تكون بسوى رأس المحرك أو الخزنة. المفروض يتعمل قواعد ودلايل للخزنة، ده ما اتعملش، ده مش معمول، فبالتالي قاعدة الصباب واطية عن رأس المحرك اهو. وده طبعا بيزود دخول هواء زيادة عن اللزوم، وبيسبب لخبطة في المحرك وعدم تشغيل المحرك من أول دورة. رابع حاجة السخونة الزايدة سببت شبه انصهار برأس المحرك أو بالخزنة بتاعة المحرك، وده باين اهوت، وده باين طبعا في الجوان بتاع وش السلندر من فوق. الجوان بتاع الموتور ده بيأكد ان الموتور كان بيسخن بدرجة عالية. وزي ما ذكرنا ان البستم مش جديد، المفروض ان هي واخدة عمرة كاملة وبستم جديد. ده مش بستم جديد يا جماعة. وجود فراغ ما بين البستم وجدار السلندر، وده سبب تهريب في ضغط المحرك، وبيؤدي إلى كسر حلقات المكبس أو الشنابر الخاصة بالبستم. وطبعا برضو الشيء الأساسي اللي بيرفع درجة حرارة المحرك نتيجة نقص أو انخفاض ضغط المحرك بدرجة عالية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.